المهم، لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي واكتبي لي كمان في الكومنتات لما بتجوعي بالليل بتعملي ايه عشان نشارك بعض كده الفتره الجايه. هنا كده مودي كمان حبيبي كان خلاص عايز ينام، فاستحمل بس معايا شويه كده لغايه ما خلصت الاكل والحمد لله. هنا انا كان معايا نص كيلو من السجق كان عندي في الفريزر، يعني طلعته وقطعته كده لقطع صغيره، وهبدا احمر السجق ده وهو قطع صغيره كده، مش هحمره وهو كبير وبعد كده اطلعه واقطعه والكلام ده. هحس ان الموضوع هياخد مني وقت يعني، وانا عايزه انجز بسرعه. حطيت بقى زيت في الطاسه، واول ما الزيت سخن نزلت عليه بالسجق المتقطع ده مكعبات كده صغيره. وعايزه اقول لكم لو حتى فتفت مني مش مشكله، لان انا كده كده هعمل سندوتشات فمش فارق معايا. اكتبوا لي بقى في الكومنتات طريقتي عجبتكم ولا لا، وانتوا بتعملوه بالطريقه دي ولا لا، لان السجق ده من الحاجات اللي الناس بتعمله بكذا طريقه يعني. فشوفوا طريقتي وقولوا لي عجبتكم ولا لا. هنا كده بعد ما قطعت السجق صغير حطيته في الزيت خد الصدمه، وحطيت عليه التوابل ملح فلفل اسود كمون كزبره، وكمان حطيت توم، وحطيت كده سنه من الخل بتدي لون وطعم كمان مع التوم حلو قوي، وابتديت بقى احط عليه الخضار وبس كده. حطيت في السندوتشات وبالف هنا وشفا.